السلام عليكم، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير والأحوال ديالكم طيبة بإذن الله. اليوم غادي نوجد معكم هذا الطبق هذا ديال الرز بالدجاج، وغنديروا في الجنيبات هاد الخضرة هذه سوطي. كيجي طبق زوين 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 بزاف، تقدروا ديروه هكا في الغدا ولا حتى في العشاء بالنسبة للناس اللي ما كيبغيوش المرقة. الدجاج كيطيب في الفران والرز غادي نفوروه إن شاء الله بإذن الله. هنا أول حاجة غنبداو بها هي الشرمولة ديال الدجاج. هنايا خديت واحد الربيطة ديال القزبور ومعدنوس، القزبور شوية يكون أكثر من المعدنوس. أنا غير قرّدتهم في القرّاضة، تقدّوا دقّوهم في المهراز ولا طحنوهم في الهاشوار. زدت عليهم واحد 6 ديال الفصوصة ديال الثومة محكوكين في الحكاكة الرقيقة، درت لهم سكينجبير ودرت الخرقوم وشوية د البزار. غنزيد واحد الطامة ديال البنة، لكم الاختيار إلا بغيتو تستغناو عليها فتقدّوا تستغناو عليها اللي بغيتو. يعني كاين بزاف د الناس اللي ما كيبغيوهاش. غادي نديرو واحد شوية ديال الزيت، واحد قياس 2 معالق، وغادي نخلطوا هاد الشرمولة هادي ديالنا بالما. من بعد غادي ندوزو باش نشرملو الدجاج. من بعد طبعا ما بيدناه في الملحه والحامض وشويه سكينجبير باش ترقد مزيان مزيان باش يولي الستر ديالو فتي. والكميه ديال الدجاج كتبقى على حساب المتوفر وعلى حساب شحال بيكون في الدار. انا هنايا درت نص دجاجه وواحد الربيع. غادي نحاول نشرمل مزيان مزيان الدجاج ديالي وندخل شرموله في الصدر هكا، الصدر بالضفر ديالي بحال هكذا. وندخلو الشرموله شرموله عاديه، يعني اللي موالفين كنديروا زعما اللي موالفين كنديروها ما فيهاش شي مكونات اللي زعما ما موالفينش بيهم، ولكن الدجاج كيجي خطير خطير جدا. وغيطيب غير في الفران البنات، ما غنطيبوه لا في كوكوط لا في كسكاس، كيطيب في الفران وكيجي رائع جدا. صافي هنايا شرملت مزيان الدجاج وغادي ندوزو باش نصايبو الرز. بالنسبه للرز البنات، هنايا خديت كيلو الا ربع نتاع الرز، سلقته نص سلقه مع شويه ديال الملحه. يعني ما تخليوش يتسلق بزاف بزاف، غيكمل الطياب ديالو في التفوار. صافي صفيتو من بعد ما تسلق، شللتو مزيان من داك الماء اللي تيكون فيه، خليتو حتى استقطر مزيان ومبقاش فيه الماء. وغادي نكب عليه هاد الشرموله هادي اللي بقات ليا من الدجاج، وغنزيد واحد شويه ديال الملحه، وغنزيد واحد نص حامضه القلب ديالها مصيره، يعني القلب ديال نص حامضه مصيره. زدت واحد شويه قطرات ديال الزيت، وغادي نخلط نلبس هاد الرز هذا بهاد الشرموله هادي. راه كيجي رائع بزاف، بحال الرز اللي كيرافقونا به الدجاج فاش كنمشيو لشي مطعم هكا اللي خاص بالدجاج محمر، كيعطيونا واحد الرز كلشي كيحماق عليه. انا شخصيا كيعجبني هادشي اللي كيديروا فيه، يعني الشرموله العاديه اللي موالفين بها وكيجي رائع. صافي دخلت مزيان الشرموله ديالي في وسط الرز. عندي الدجاج واجد، الرز واجد، غندوزو مباشره باش نديرو الدجاج ديالنا يطيب. حنا غادي ناخذ واحد اللاطه اللي كتدخل الفران، سواء الفران ديال الضو ولا ديال الغاز، بحال هذا الطبق يعني كيجي زوين في كاع الفرارن. غادي ناخذو هنايا البابي كويسون اللي ضروري في هذه المرحله هذه. غادي نفرشوه، انا درت جوج حيت عندي ما عريضش بزاف، دوبلت. وغادي ندهن البابي كويسون ديالي بشي شويه ديال الزويزه. وغادي نحط النصوصه ديالي ديال الدجاج، سواء درتو دجاجه كامله ولا نص ولا جوج دجاجات، بحال وصدقوني هاد الطريقه كتجي خطيره. وحتى داك الرز اللي عمرتو به شي جوج دجاجات هكا ولا ثلاثه وديروا لهم نفس الطريقه، كيجيو خطيرين البنات، كيجيو واعرين ان شاء الله. في الايام المقبله غادي نوجدهم معكم. صافي غادي نرش عاوتاني شويه الزيت فوق الدجاج، وغادي نجمع هذا الكاريط هذا، وغنخشي اللاطه ديالي في الفران. غنريقل الفران على ساعه ديال المكانه. تقدروا تستريغلوا الساعه ديال تليفونكم هكا الا درتوه في الفران ديال الغاز باش ما يتحرقش لكم. عافيه متوسطه، انا هذا ديال الضو درت 200 درجه، وديال الغاز غتكون عافيه متوسطه. بالنسبه للرز غادي نديروه في الكسكاس. من بعد ما درنا البرمه ديالنا كتفور، غنديروه في الكسكاس وغادي نغطيو عليه وغادي نخليوه يفور حتى هو ساعه المكانه. فاش نطفيو على الدجاج غنطفيو حتى على الرز، غنلقاوه طابح حتى هو وهرا. صافي البنات، من بعد ما دازت ساعه ديال المكانه، الرز طفيت عليه حتى هو. الدجاج حيدت له الكاريط، عريت عليه واحد شويه، غندهن واحد الدهنه خفيفه بالزبده. راه ما درت له لا مال حتى شي حاجه، طلق المرقه ديالو بوحديتو. وغادي نرجعو للفران، الفران باقي سخون، يتحمر شويه من الوجه ديالو، ياخذ داك اللوين الذهبي وتقرمل له ديك القشيره. وغادي نقدموه بالصحه والراحه. بالنسبه للرز بغيتو تقدموه هكا قدموه، بغيتو ترافقوه هكا بخضر رافقوه. انا درت هنايا غير البطاطا وخيزو، تقدروا تزيدوا اللوبيا الخضراء الطويله حتى هي تكون مسلوقه، تصوطيوها في شويه ديال الزبده شويه د البزار والمعدنوس، وكتقدموه هكا في الجنيبات باش ما تاكلوش غير رز بوحديتو مع الدجاج، تاكلوا معاه خضيره. كيجي طبق زويون بزاف البنات، كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير. راه كيجي خطير خطير بزاف، كيجي زوين كثر الدجاج، كيجي بديك التتبيله عاديه ولكن كيجي بنين بنين بنين. الطريقه ديال التقديم كل واحد على حساب شنو داير، واش درتو الخضره ولا ما درتوهاش. المهم الخضره زدتها غير يعني من الفوق هكا باش يجي واحد الطبق متكامل، يكون فيه الفيتامينات ويكون فيه كل شيء مجموع. ما تنساونيش من لايك ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو الوصفه مع الاهل والاحباب، واللي جربت هاد الصور هالينا وتحطنا في الكومونتيرات. خليتكم على خير، الى فيديو قادم باذن الله، وصفه جديده.